الكويت تستحق الأفضل، وحملة كاشف نيوز للتبرع في دمك. أخواني، عندنا رسالة قبل لقائنا مع الأخ إلى الشيخة أمثال أحمد الجابر الصباح، رئيسة المركز العمل التطوعي. احنا رسالتنا بالنسبة لسوق المباركية، هذا المعلم ما في أحد بالكويت أو زائر خليجي أو زائر عربي أو زائر أجنبي ما يجي هالمنطقة هذه. المنطقة هذه منطقة سياحة وحيوية، لكن ينقصها في هالأشهر هذه الجو مو قاعد يساعد الناس تجي. الظهر الصبح ما حد راح يجي. احنا ناشد الشيخة انها تعمل لنا تكييف ومداخل ومخارج. التكييف راح يساعد على زيادة المبيعات بالنسبة للمحلات وزيادة الناس المشاركين واللي يجون هني عندنا في المباركية. ان شاء الله رسالتنا توصل عند الشيخة امثال امنا، مشكورة مقدما على جهودك، وجهودك واضحة في سوق المباركية وهالشيء الحلو هذا. فخلينا نكملها بسالفه التكييف هذه، وان شاء الله توصل رسالتنا. ومعانا الاخر، تعرف باسمك؟ مشاري الشمري الخلاوي. والله والنعم. ما عليك سؤال. اخوي مشاري، كيفان منطقه كويتيه، محافظه العاصمه. كيفان ليش سموها كيفان؟ كيفان اهل كيف كانوا يتكيفون فيها، وكان البير فيها. لا جو قال وين كنت؟ والله عند البير اتكيف. كان في عين. اي صح. عين يسمونها او بير، هم كانوا يتكيفون عندها. يتكيفون يغنون عليه. هو يا مال كانوا كل يردون رداتهم هناك على البحر، يروحون هناك يردونها. نعم جاتك صحيحه. هذا اللي اعرفه عنها. لا صحيحه جاتك صح. الكيفان نبي تعليقاتكم، هذا واحد. نبي نعطيكم هالكيفان. سؤال ثاني، لاعب المنتخب الكويتي الدولي والعسكري الشيخ احمد الطرابلسي، تعرف اسم ابوه مو العائله. احمد الطرابلسي. احمد اعطيك خيارات. خضر او الخضر؟ علم خضر صح؟ اي خضر. اي فيستحق جائزه، نقدم لك الجائزه هذه. وشكرا لكم. حسون الشمري، برنامج مسابقات كاشف نيوز بالمباركيه. مع السلامه.